اهلا وسهلا. ادينا الانفراد يا كابتن. كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك سابقا، مدربا للاحلام العربويه، النادي العربي القطري. النادي العربي القطري. خلفا للمدرب الفرنسي بيير لوشانت بعد انتهاء الجوله الثالثه من الدوري القطري. طيب مين الجهاز اللي معاه؟ ونقول لي الاول قبل ما اسالك في تفاصيل اخرى. لا، هو لسه لم يتم الاعلان عنه، ولكن معروف في الانديه القطريه انها بتدي جميع الصلاحيات للمدرب المسؤول انه يختار الجهاز المعاون، سواء من داخل النادي او من خارج النادي او من البلد اللي هو جاي منه. طيب السؤال الثاني، بعد الجوله الثالثه، بما يعني ان الثلاث جولات اللي فاتت بتاعت المدرب الفرنسي كانت فاشله للغايه ولا ترقى لاحلام وطموحات جماهير النادي العربي. او احب اقول لحضرتك ان النادي العربي جماهيره هي الشعبيه الاولى، هي ونادي الريان. انا عارف. فالنتائج ما جايتش على قدر الطموح. اتعادل مباراتين وخسر مباراه، خسر امام السد 3-1 وتعادل مع الخور 1-1، وبنفس النتيجه تعادل مع الغراف. مده العقد قد ايه يا استاذ جابر؟ موسم يا فندم. موسم واحد. ايوه. هل قدرتم تتوصلوا لقيمه العقد؟ لا، دي امور ما بيتمش النقاش فيها او ما بيتمش الافصاح عنها. يعني غير معلنه. لا لا لا، غير معلنه. اتصور بل ربما اصل حد التاكد انه الكابتن احمد سليمان هيبقى هو مدرب حراس المرمى، ده اكيد. ده اكيد مليون في المية. ما هو الكابتن حسن شحاتة يبقى الكابتن احمد سليمان. اوكي، بالظبط كده بالظبط كده. طيب هل حابب تقول حاجه تانية في المنطقه دي؟ لا، هو هيقابل الكابتن حسن مجهود كبير، لان النادي العربي منذ فتره هو بعيد عن منصات التتويج، وهو نادي بطولات، وبيضم محترفين جيدين، منهم 2 مغاربه، يوسف حجي وحسين خرجه، وجزائري خوخي بوعلام، وبيضم لعيبه من المنتخب الوطني القطري. ومعروف ان النادي العربي بيمد المنتخب بالقوام الاساسي ليه التملي، وهو الممول الاساسي للانديه الاخرى كمان. يعني العديد من الانديه بتستعين بلاعيبه النادي العربي. جميل. وهو هيكون مش المدرب العربي الوحيد في الدوري القطري، في حسين عموته مدرب نادي السد، مدرب مغربي. وده بيدل ان الكره القطريه ابتدت تميل للمدربين العرب في الاونه الاخيره. يلا يا رب، يعني يبقى ده فتح سوق يعني. طب اخيرا، هيبدا من امتى الكابتن حسن؟ بمجرد وصوله للدوحه. يعني امتى؟ بكره، بعده؟ 48 او في خلال 48 ساعه. في خلال 48 ساعه. ان شاء الله. اشكرك يا استاذ جابر، اشكرك.